إذا كان أحمد الشلبي صندوقا أسود لم ينجح أحد في فك شفرته، فإن آراس حبيب هو الشفرة واللغز ومستودع الأسرار. حين قال له الشلبي خفف السرعة قليلا وشرح له العلاقة بين الزمن والسرعة والمسافة، بدأت بينهما صداقة امتدت لأكثر من 40 عاما. أمين عام حزب المؤتمر الوطني يكشف الخفايا. ضيفي لهذا اليوم الأستاذ آراس حبيب، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني العراقي. مرحبا بك أستاذ آراس. أهلا بك. بالعمل السياسي الغالب أن الابن على سر أبيه. حبيب محمد كريم قيادي كبير بالحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. أنت شو وداك باتجاه المؤتمر الوطني وعمل خارج هاي البيئة؟ سببين. واحد، الصداقة اللي تربط أبويا بالدكتور أحمد شلبي السابق. أبوك صديق لأحمد الشلبي؟ إيه. كان تعرفوا سنة 69 على بعض. كانوا دي يشتغلون يسوون محاولة لتغيير النظام بوقته. 69 بعد النظام جديد؟ هي جاي سنة صار له كان. إيه 68. فبال 69 كان دا يسوون هذه القضية، فتعرفوا واحد عرف الآخر. إلى سنة ال 75 رجعنا بلبنان، هم صار بيناتهم شوية شغل سياسي. إلى سنة شفت بيها بال 92 همين العلاقة اللي تربط دكتور أحمد شلبي وحسن شلبي الله يرحمه ملا مصطفى البارزاني، ومن ثم بالقائد مسعود بارزاني ووالدي، واستمرت العلاقة بعد. اشتغلت بالحزب الديمقراطي الكردستاني؟ جربت؟ اشتغلت شهرين. ليش شهرين؟ والله شهرين اشتغلت. ليش؟ وقالوا لي اكو واحد جاي صديق ابوك لازم تروح تبقى وياه. من هو هذا؟ كنا لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الديمقراطي بالمكتب السياسي. احنا ثلاثة نعرف نحكي انجليزي ذاك الوقت زين. منو؟ اني وصديق لي صار وزير دولة بكردستان اسمه فلاح، وفد اخ ثالث ما اعرف اخباره وين صار. فقالوا لي راح اكو واحد يجي تروح تستقبله وهذا. انا شوي عقلي يابس ذاك الوقت. كانوا الاجانب يجونا والغرب يعاملونا للعراقي، تدري الحرب وهسه خلصانه، كانه احنا مواطنين درجه ثانيه او ما اعرف شنو احنا. فجيت ترفض، يجون وفود ما يجون وفود انا ما اروح. كان مسؤولي كاكو هشيار زباري. هشيار زباري. فهشيار تشاقه هوايه وهذا، انا ما داوم هشيار مسافر، انا وين اروح؟ العب شطرنج ويا الحمايه مال كاك مسعود. هذول كانوا بروسيا ويا والده ويا ملا مصطفى، فيلعبون شطرنج كل زين. الى ان جت هاي اللحظه انه تعال اكو واحد جاي، ما قبلت. اخر شيء خابروا على والدي من يقول لي لازم اروح. فطلع الدكتور احمد شلبي الجاي، رحت للحدود استقبلته وبقيت وياه الى ان توفى. من ديش اللحظه؟ ايه. تاثرت به شنو؟ ايه تاثرت؟ وايد. عنده كاريزما تعتقد؟ هائله. انت تقول طبعا. هائله. مو بس انا اقول، بشهاده القاصي والداني. احمد ارجع اقول لك، اني مثلا انا مهندس مدني مخلص جامعه بغداد. فمن استقبلته رتل كنا سيارات هوايه، انا ما اعرفها يعني، انا كنت جاهل لما شايفه. هو قاعد يمي ما قاعد لي ورا، انا دا اسوق. فقال لي خفف راح تضرب السياره اللي قدامك. انا شاب ذاك الوقت، نحكي وياي عمري 24 سنه كان، 23 24. قلت له لا ما اضربها. قال لا خفف راح تضربها للسياره. قلت له ما اضربها. قال لي انت شو مخلص؟ قلت له انا مهندس مدني. قال لي شنو قانون السرعه؟ قلت له الزمن والمسافه والتعجيل. قال ايش قد سرعتك؟ قلت له هالقد. قال ايش قد المسافه؟ هالقد. باوعت عليه لك هذا يفتهم، هذا مو طبيعي، مو مثل انا شايفهم قبل. قال لي ها حتضربها ولا لا؟ قلت له اعتذر راح اضربها راح اخفف السرعه.
فمن ذاك الوقت يعني هاي بدايات هذا. أحمد شجاع بشكل لا يوصف، لا يوصف. وبعدين إذا آمن بفكرة اللي يمشي بها للأخير. مرة حكيتها أنا وأكررها، كنا نروح يقول لهم أنا راح أسقط النظام. هو يقول؟ أي هاي قبل ما يسقط بهواي. أحكي لك بال 94 95 كان الناس يستحون يحجون قدامي، يحجون ويا امي، يقولوا لي صاحبك مخبل. اقول لهم لا مو مخبل. اجهزه دوليه يعني مو يعني يعتقدون كانوا انه هذا مستحيل هذا الشيء يصير. نظام شمولي ماسك بزمام الامور كليتها، من المستحيل ان ينهار. بس هو ما يسقطه بقدراته. ما له علاقه، هو سقطه بعقله. لو مو عقله لأحمد شلبي. هسه انت نقدر نقول او تتفق مع من يقول نعم ان المؤتمر الوطني واحمد الشلبي هم عرابي الاحتلال او اسقاط النظام؟ ماكو، لا هذا كلام مو حقيقي. ليش مو حقيقي؟ انت تقول ابد مو حقيقي. انت تقول استخدم عقله. لا مال الاحتلال وعرابين وما اعرف شنو. لا احنا ساهمنا مساهمه حقيقيه في تغيير النظام. الفكره كانت قبل ما تصير الحرب. الوجه الاخر للتغيير شو اسمه؟ بس لحظه. شهر قبل الحرب كان عندنا اجتماع كبير جدا في مصيف صلاح الدين. حضروا كل الاخوه بالمعارضه العراقيه، وحضروا الامريكان، وحضر خليل زاز سلماي. كان الاتفاق ووقع الاتفاق انه اكو حكومه انتقاليه عراقيه فور ما يسقط النظام. بدينا بكل التفاصيل واكو شهود على كلامي واسالهم موجودين احياء، الى ان رحنا للناصريه. بعد صدام موجود كان ما ساقط. احنا بالناصريه قال عندكم اجتماع تعالوا. من اللي قال؟ امريكان. اجانا واحد اسمه جارنر ذاك الوقت. جارنر. اي جارنر. احنا بدنا نحكي بالسلطه الانتقاليه، حكومه انتقاليه. قال لا احنا راح نصير حكومه احتلال. احنا ما متفقين احنا حكومه احتلال. يعني خلينا نكون يعني بالايام الاولى. هذا مو تبرير لاي شيء، بس لتوضيح هذا للتاريخ يبقى، وعليه دوكيومنتس. ما كان اكو شيء بذاك الوقت اسمه سلطه انتقاليه CPA. اخترعوها الامريكان ويا بريمر. سووا سلطه اذا تتذكر CPA كاوليشن. هذا سووه بناء على تكريس مبدا الاحتلال. ولا ماكو احتلال. احنا كنا ماكو احتلال ذاك الوقت، بس هم الا جرونا الى شيء احنا ما لنا علاقه به. مثل ما الاتهامات انه احنا كنا سبب في حل الجيش العراقي، هذا مو حقيقي الكلام. استاذ عراس، حتى لا ندخل بجدل الاحتلال ومو احتلال، انا سؤالي لولا الامريكان لم يسقط صدام. بالتاكيد. يعني قوى المعارضه لو اجتمعت كلها بالتاكيد ما يسقط. بالتاكيد. لا احد القاده السياسيين يقول الامريكان اطلقوا رصاصه الرحمه، احنا سقطنا. شلون سقطوا؟ والله ما اعرف. الاستاذ عادل عبد المهدي قال بتصريح معروف، قال قوى المعارضه هي التي سقطت النظام والامريكان اطلقوا رصاصه الرحمه. هذا هم في التوصيف يعني هو يتحمل، انا ما له علاقه به. لولا الامريكان ما يسقط صدام. ما يسقط. لا ما يسقط. احنا كنا في صراع مستمر. احنا حركتين كنا بالمعارضه العراقيه اللي عندنا علاقه بالجانب الامريكي. واحده اسمها المؤتمر الوطني العراقي، وواحده اسمها الوفاق الوطني العراقي. اياد علاوي بصفحه، احمد شلبي بصفحه. المؤتمر شو يضم؟ مؤتمر كان بكل هالاحزاب. مجلس اعلى بشيوعيين لا ماكو شيوعيين. مجلس اعلى بمنظمه العمل كانت موجوده، بحزب الدعوه كان موجود، بحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الاسلامي الكردستاني. زائدا كان حسن النقيب موجود به، وبعدين انضموا الى اخرين، الشريف علي، وبعدين الاستاذ سعد بزاز وغيرهم. باكيتشي انضم بعدين الموضوع. فاحنا في صراع كنا على طرفين. واحد مؤمن بنظريه الانقلاب، الابقاء على النظام كما هو، ولكن في تغيير راس الهرم فقط. وطرف الاخلاء يقول اني ما اؤمن بهاي النظريه، انا اسوي تغيير شامل للوضع هذا الموجود، ما ابدل واحد بواحد. وصلنا اخر المطاف هم التوضيح. اخر المطاف احنا كفتنا زادت
بشكل كبير. دخلوا بعض الدول عربية مثلا قطر اي انه لا خلي نسوي مفاوضات ونقنع صدام يروح يغادر ونحميه ونقول له ما حد يطخك، ما حد يسوي لك شيء، وجيب ابنك قصي خليه يصير. هذا العرض الاخير كان العرض الاخير. يعني شلون بشار هسه نفس الشكل سبحان الله. مضامين موافقة صدام؟ لا راح عليه حكى وياه. منو راح؟ حمد راح عليه حكى وياه. حمد بن جاسم. اي حكى وياه قال له انطوني مجال افكر. قال له هيك؟ اي قال له انطوني مجال اسبوع افكر. موجوده حمد حاكيها طلعها. وراها طلب من جديد تمديد. بعدين قال لا ما اقبل. وراها خلص الامريكان قرروا. الامريكان ليس ذكر يوم 4/8/2002 قرروا يسقطون صدام حسين. قرروا اسقاطه 4/8/2002. شو وقت تيقنتوا انه ساقط صدام حسين؟ انتم شو 4/8/2002 تيقنتوا؟ خلاص رامسفيلد سوى اجتماع بذاك الوقت معاكم؟ مع كل قادة المعارضة في ذاك الوقت، وبلغنا رسميا انه هم قرروا اسقاط نظام صدام حسين. شو وقت ما حد يعرف. الى ان بعدين شوي شوي قواتهم جتي سووا قاعدة كلش كبيرة في كردستان، بعدين طبوا من الجنوب، لان ذاك الوقت الاتراك ما خلوهم يدخلون اذا تتذكر. نعم. الجيش التركي ما خلاهم. فبالاخير وين كان معارضه ما كان اكو عمي ولا ماكو. يقتلوا لي مفوض كان بمكان، يقتلوا لي شرطي بمكان، يسوون شيء بمكان. شيء سقط صدام. هاي الاعمال شيء سقط صدام حسين. الجبروت هذا انت تقتل له شرطي لو تقتل له مفوض، هذا ما يغير نظام. ما يغير نظام. كذا محاوله انقلاب صارت من الشهواني وولده وجر قبل هنا وقبل، ولا وحده نجحت. يعني تكرار الخطا ما يؤدي الى نتيجه. عندكم معلومات ان بعض المحاولات الانقلابيه الامريكان فضحوها؟ الامريكان ايش سووا؟ فضحوها صدام؟ وشوا بيها لو فضحوها؟ فضحوها هي اكو وحده بالاردن. من هي؟ ايوه وحده بالاردن كانت تصير بالاردن. وشوا بها للنظام؟ وقالوا له صدام. ليش؟ ما اعرف، بس هاي حقيقيه. يعني السي اي بلغوا المخابرات العراقيه؟ واكو واحد انعدم، شخصيه معروفه كلش من وراء الموضوع. وانطيك اسم تقدر تلاحقه انت بعدين تعرف منو شنو. الله يرحمه الاستاذ سعد صالح جبر. سعد اي لحق اللي كانوا وياه وشلون صارت ومن وش بيهم. تقصد مؤامره راجي التكريتي؟ نعم راجي التكريتي. راجي وياهم. اي راجي وياهم. بعدين صارت مال محمد مظلوم جاسم مخلص الديمي اذا تتذكرها. محمد ايضا وشبه. مو هو، لا محمد غير قصه، بس انا احكي مال الامريكان تحديدا هاي. طيب اذا هم يريدون يسقطون النظام ليش؟ ما كانت الفكره، كان اكو صراع. الصراع انت امريكا لا حد يباوع على امريكا عباله دوله واحده. امريكا مؤسسات، وكل مؤسسه تريد تستحوذ بشكل او باخر على نفوذها في داخل صناعه القرار الامريكي. فدائما الصراع كان ما بين المخابرات المركزيه الامريكيه ووزاره الدفاع الامريكيه. من سيقوم بالتغيير؟ هنا الستيت ديبارتمنت وزاره الخارجيه الامريكيه مره تجي على هالطرف مره تروح على هذا الطرف. ولكن الصراع كان بين هذول الاثنين. فالوشايه مو بالضروره جتي من وزاره الدفاع، يمكن جتي من غير طرف. يمكن الوشايه راحت لجهاز مخابرات اخر، وجهاز المخابرات الاخر وصلها الصدام. بس هذا اللي صار بالضبط. مو مباشر. ما عندهم تواصل. مو مباشر. ما عندهم قنوات تواصل. بلغوا جهاز مخابرات عربي. دولة عربية؟ اي، وجهاز مخابرات عربي بلغ صدام. هم بلغوه حتى يبلغ. طبعا هم يعرفون راح يبلغ. هذا اللي صار. طيب قوى المعارضة العراقية معروفة دوافعها لإسقاط صدام. جيد. الأمريكان شنو يدافعهم؟ هذا إذا تفوت بها نطولنا. باختصار يعني شنو؟ باختصار اكو طلعت نظرية في ذلك الوقت اللي هي تأسيس لشيء اسمه الشرق الأوسط الجديد. واللي هذه الأنظمة اللي هسه هي صديقة أمريكا بالمنطقة عربية، كانوا الأمريكان عندهم يعني فكرة إنه يغيروها كلها تتغير. وبلشت ملامح هذا الموضوع إذا تتذكر بدأت بتونس شوية قصة،
بعدين مصر، بعدين سوريا، هذا ما امتدت، وقفت. الامريكان بدواخلهم كانت ماكو شيء يوديهم يسقطون صدام حسين، لانهم مسيطرين عليه، عقوبات اكو عليه، لجنه التفتيش اونسكوم 24 ساعه تفتر بالعراقي من ويسرى، حتى قصوره فاتوا عليها. هي معروفه، صح ولا غلط؟ طبعا. فبالاخير هم ماخذين كل شيء يريدونه من العراق ومسوين عليه عقوبات. طيب، والنفطه ما تروح لفلوس، تروح الفلوس برا، هم ينطونا فلوس، فاحنا ما يحتاجون يسقطوا. اللي غير الخريطه كلها شغله واحده بس، التفجير مال عمارتين بنيويورك اللي فاتوا به الطيارات، هذا غير مسار المنطقه كلها. بس العراق ما له علاقه به. بالاخير اكو واحد عراقي كان بالقضيه، اكو واحد عراقي بالقضيه كان موجود، وهذا ادى الى ربط علاقه بين اسامه بن لادن والمخابرات العراقيه. حجه هاي ذريعه، مو حجه، حقيقه. بس هم الامريكان قالوا ما لقينا. ما لقوا شنو؟ ما لقوا وثيقه تربط. لا، اكو وثيقه موجوده. شنو الوثيقه؟ وعندهم الامريكان الوثيقه. شنو الوثيقه؟ شنو الوثيقه؟ وثيقه تمويل مال بن لادن والتدريب مال بن لادن اللي كان يصير بالمخابرات. راح واحد فاروق حجازي اعتقد بالمخابرات وقابل فاروق ما اعرف وين صار، بس فاروق واحد من عندهم. انعدم فاروق. اي بس هو مو فاروق اللي كان يصير بالعمليات الخاصه بسلمان باك، مو يم فاروق كان. اي قالوا بالعمليات الخاصه بسلمان باك، انا اعطيك اياها من الاخير. وهاي وثيقه عند الامريكان موجود. طيب، ما هم اللي ضربوا برج التجاره سعوديين اكثر من عراقيين. صحيح. ليش ما راحوا للسعوديه؟ اكو واحد بيهم عراقي اللي هو جزء من العقل المدبر، مهزوم عليه مكافاه من الامريكان اللي يدلوه، كان ذاك الوقت 25 مليون دولار، وكان بالعراق، كان موجود بحي بس هاي مو بالتفجير هذا، مو هذا التفجير 2000 بلي. لا قبله، وداعت عمليه قبل. لا يعني ما هي عمليه قبله صحيح. إيه؟ بس انربط بهذا. إيه؟ العمليه اللي قبلك واحد كبير بالعمر مصري ما اعرف ايش كان اللي سواها، هذه لا، هاي انربط بيها وصارت افغانستان طارت. شوف نتائجها، افغانستان ماكو بعد، واحتلوها الافغانستان. بس استاذ اراش، العراق صدر بيان قال احنا مستعدين نسلمه هذا اللي فجر العراقي. نعم. كان يشتغل بالشيخ عمر، معروف. ليش ما سلموه؟ الامريكان قالوا ما نتفاهم بهذا الموضوع، ما نتفاهم مع العراق. قالوا ما نتفاهم مع العراق. قصدي هذا ادى انه لا يصير هالنظام ما يبقى بعد خلاص. ولكن حتى على مضض قبله ابنه يصير، بس هو يطلع. موافقين؟ هم قبله، الامريكان قبله. يعني لو كان طالع صدام حسين كان قصيص يحكمنا اليوم، ما يدخلون الامريكان؟ ما يسوون حرب. انتم متيقنين من هذا الكلام؟ انا متاكد. واكو طرفين ضامنه كانت، واحد قطر وبعد اكو دوله الاخرى ضامنه. اي ضامنه للاتفاق، بس صدام ما قبل يطلع. اي صدام ما قبل. يعني واحد ينطوك كل هذا، خلي ابنك يصير هالتشبث بالسلطه على شنو؟ ايش قبضت بعدين انت؟ هم عندهم عقده شخصيه منه؟ لا شنو؟ ليش هل؟ صدام سوى لهم كل شيء يردوه. الامريكان بحياتهم ما عندهم قاعده عسكريه بالشرق الاوسط، ما عدا بانجرلك بتركيا. صدام خلى الجيش الامريكي كله يصير بالخليج. كم قاعده صارت؟ صدام حرق الاحتياطي بالبقر المركزي العراقي 40 مليار ذيك السنين على حروب تافهه وفاشله. صدام قتل 1 مليون عراقي على شيء ما حد يعرفه. يعني ماكو واحد حطم بلده مثل ما صدام حسين حطم بلده. لا حد يبيع عنتريات والله شنو وضرب صاروخ. هاي بالنتائج والصعاده منها، بالنتائج صحيحه. بالنتائج دمر البنيه التحتيه مال الشعب العراقي، النتيجه الاجتماعي. العالم قامت تبيع هذا الشبابيك مالتها. احنا عايشيها صح ولا غلط؟ احنا بالداخل احنا ابناء هو هذا البطل يجي يسوي بناسه؟ احنا ما قلنا بطل، هو ابناء الداخل احنا، بس انا ابحث عن الدوافع الخفيه. يعني انت الان ماكو دوافع خفيه. هي تفجير نيويورك ادى الى ما لاحقه. الامريكان بعد اسقاط النظام عندهم خطه العراق ايش راح يكون لو اجوا هيك بس يسقطوا النظام؟ كان عندهم خطه اسمها 2020. شنو 2020؟ شو يسوون بالعراق؟ اذا تريد فد يوم ادز لك اياه. شو يسوون؟ كل شيء تشمل، باختصار كل شيء تشمل، باقتصاد تشمل، تطوير، تعليم تشمل، اي تشمل بها فقرات. وحتى على مستوى العلاقات الخارجيه العراقيه السياسيه شلون بيها. ليش ما طبقوها؟ صاروا احتلال. هم كانوا. وليش صاروا احتلال؟ لان عقل ماكو. شنو الامريكان ما عندهم عقل؟ ما اعرف صراحه، ما اعرف. انت جاي ناس تشمر عليك ورد، خليتهم يضربوك رصاص وقنابل واحجار وهذا.
انت جاي هذا احترمهم، اقل اتفقت وياهم على سلطه انتقاليه، حكومه انتقاليه، ليش سويت؟ وبعدين اجوا اللي يجبرونا هم يسوون لنا دستور. انت قلت الامريكان عده جهاتك، ومن الجهه التي تبنت فكره الاحتلال؟ المخابرات لو البنتاغون؟ بنتاغون، رامسفيلد شخصيا. رامسفيلد ودكشيني، اثنين، واحد نائب رئيس وواحد وزير دفاع. بس القوى المعارضه ما اعترضت. هنا ما اعترضوا على هذا الموضوع. شخصيات الذين قادوا هاي الاجهزه تختلف من زمان لزمان. رامسفيلد كان قوي جدا، وبوش موجود كان. فانت تدري الجمهوريين يفوتون حرب، ديمقراطي ما يفوت حرب، ياجل بها. الجمهوريين ياخذوا القرار وراح يمشون. لا، قصد القوى الداخليه العراقيه ما اعترضوا على الاحتلال. ما حد اعترض. من اعترض؟ ما حد اعترض. لا، ما حد سموهم اصدقاء وهذا مو احتلال وراح ما حد اعترض. ما حد. معناها يمكن بس حزب الشيوعي اعترضوا بلندن، سووا مظاهره وخجوله. ما حد اعترض. عدم اعتراضهم شو تفسره؟ الترحيب. ترحيب بالاحتلال. طبعا بالاحتلال. مره تقول احتلال لانه فعلا صار احتلال. هم سموه. هم سموه. بس هو كل الترحيب كان بالبدايه مو على مود الاحتلال. لا، بالتغيير. بس من التغيير تغير اصبح احتلال. المفروض اكو ضمير وطني. وانا هسه اسالك، الضمير الوطني منو مثله بذيك الفتره؟ بس احمد شلبي مثله. ما حد سال نفسه ليش احمد شلبي ما خلوا الامريكان ياخذ ولا منصب بعدين؟ لان وقف ضدهم بشده. الامريكان ما خلوا، الايرانيين ما خلوا. لا، امريكان ما خلوا. احمد شلبي كان بالمجلس الحكم كان. راح اعطيك معلومه، يا ريت. وثيقه، بس ما عندي الوثيقه، بس قل لي صح او خطا. نعم. احمد الشلبي قدم هدايا للعراق 12 او 13 سياره لتحرير بعد اعمار الفاو 89. هديه للدوله العراقيه، وصدام حسين كاتب انه ابن عائله اصيله. صحيحه؟ ما سامع بها، ما اعرف. يعني تتوقعها لو تستبعدها؟ ما اعرف. تصير؟ ما اعرف. تصير؟ ممكن، ما اعرف. لا اعرفها اقول لك اعرفها. شو وقت قطعت علاقته بالدوله واصبح معارض احمد الشلبي؟ بالحرب العراقيه الايرانيه. نهايتها بدايتها؟ ب 86 هيك شيء. 86. كنتوا كنتوا تتوقعون بعد ان انا ما كنت وياه هذاك الوقت، بس لا اخمن انا ما يعني كنتوا تتوقعون بعد اسقاط النظام يكون هذا الخراب؟ لا ابدا لا. ومع الاسف اللي شارك بالحكم لاحقا اسس هذا الخراب، والخراب مستمر لحد هاي اللحظة. مستمر. خراب مستمر وراح يستمر. الامريكان متقصدين جابوا هاي النماذج لو ما عندهم غيرهم؟ انا راح احكي لك فد شيء ما حد يعرفه، بس هم هيك الامريكان. احنا كنا يسمونا اللجنه الامنيه العليا. بريمر بيها، وكان قائد الجيش البريطاني نسيت اسمه، والجانب العراقي رئيسه اياد علاوي، دكتور اياد، واني بيها، وكم واحد بيها، الدكتور روج كان بيها طرف. هاي بمجلس الحكم؟ مجلس الحكم. فاكو اثنين اعذرني ما اقول اسمائهم. ليش؟ هسه احكي لك. فاحنا مثلا بدنا نحكي مثلا عن حاله تدخل مثلا تركي في مناطق كردستان العراق، موضوع مهم. واحد من هذول يشيل ايده، البريمر، يقول له انا ما عندي سياره درع، بلكي توفروا لي سياره درع. احنا نكمل. ثاني يرفع ايده، انا باكر رايح للنجف، بلكي تدزوا لي سوات تيم يمشي وياي، ما اعرف ايش. احنا اخر شيء يعني نفسنا تلعب، فنحاول ايش قد ما نقدر نسكتهم اثنيناتهم، لان عيب بحقنا، عيب. اخر شيء اثنينهم اخذوا اهم مناصب ويا الامريكان بالعراق. مناصب حكوميه؟ حكوميه؟ اي. ايضا ما جاوبتنا على السؤال. هاي النماذج مو انا اتحدث. هم يدورون هيك نماذج الامريكان؟ ليش؟ لان يسيطرون عليهم، لان هم يديروهم. انا احكي لك شغله يا ريت لو تنتبه لها. من 2005 عمي، مو 2003، من 2005 لليوم انا اريد اسال هالسؤال، ومن حقي اسال هالسؤال، ومتاكد من الجواب. هل احنا سمينا دوله؟ انا ما سمينا دوله، اقول حكومه. قدرنا ناسس علاقه حقيقيه مع الامريكان؟ لا. انا اسالك. لا طبعا. احنا بعد 20 سنه
احنا ما عندنا علاقه، يعني ماكو قرار دولي. لا عندنا علاقه بالامريكان حقيقيه، لا مع الروس، لا مع الفرنسيين، لا مع الهنود الحمر، ما عندنا علاقه حقيقيه في اي شيء. بينما اكو غيرنا موجودين بهالبلد سووا علاقات حقيقيه ومستمره. زين احنا ليش ما سوينا؟ انت تقصد الدوله ما عندها علاقه؟ ما عندها علاقه حقيقيه، لان الدوله ما عندها علاقه حقيقيه يا عزيزي. لما يعرف الامريكي شلون يفكر، ما يعرف الامريكي شلون يفكر. هاي جيب حط ودي هذا. المحاصصه نتاج مؤتمر لندن ام لا ماكو مؤتمر لندن. منو ابد لا مو صحيح، ما موجود. شلون اجت؟ التكريس اللي صار هنا اللي هم من موضوع الشمعه وجر، هذا اللي سوى المحاصصه. ماكو شيء اسمه محاصصه. يعني انتم بالمعارضه ماكو شيء اسمه محاصصه. بالمعارضه ما كنتوا ماكو شيء اسمه محاصصه. ماكو مكاسب اصلا حتى ذاك الوقت نسويها. اكو ركضه. لا استبقتوا المكاسب قبل لا تجون. ما نعرف مكاسب، احنا ما حصلنا اي مكسب. مو انتم تحدث عن المؤتمر الوطني، تحدث عن كل القوى. ما هم روح اسالهم، هم اللي اخذوا حصلوا وسووا وهذا. اخذ ما عندي ليش مشكله. مجلس الحكم انت سويت، بس قول لي سويت. استاذ عراس، مجلس الحكم مو هو تكريس المحاصصه؟ وسيله مجلس الحكم وسيله ايضاح للمحاصصه. مجلس الحكم سواه بريمر حتى يسكتهم. إيه؟ وقال لهم انتم روتيشن تسوي لكم، كل واحد شهر يفتر وحسب حروف الابجديه، يطلع هذا يجي ذاك، يطلع هذا يجي ذاك، اللي هو ضحك على الذقون. مجلس الحكم ما عنده سلطه على اي شيء، كان كل الموضوع بالسي بي ايام بريمر. هذا بس شيء قدام العراقيين، والله احنا عراقيين شركائنا. وهي طريقه الامريكان، انه انا اراويك فد بودي فد مؤسسه او فد شيء، والله هاي عراقيين، هاي القاده مال العراقيين. مجلس الحكم كان يراد منه تسقيط الزعامات السياسيه بشكل ايه؟ بشكل او باخر تسقيطها. ايه. من خلال فصلها عن قواعدها. وانفصلت فعلا؟ بالبدايه لا، وراها شوي شوي فصلت. ايه. هاي التجربه اللي بنوها الامريكان، هم الامريكان راضين عليها؟ والله اسالهم. انا اعتقد تجربه فاشله بمعنى الكلمه. بمعنى الكلمه. انا جيت وصرفت اموال هائله حتى اغير نظام معين، وبعدين ما استثمرت هذا الموضوع لاي شيء، وبالعكس صرت مكروه اني من وراء هالموضوع. هذا شنو دليل نجاح له؟ الامريكان يعرفون ان النفوذ الايراني راح يتغلغل بالعراق؟ اي يعرفون. قبل الاحتلال؟ ما يعرفون، متخوفين كانوا، وايضا الجانب الايراني كان يعرف، وايضا متخوف من الامريكان. واحنا بالحرب كنا بعدنا حرب بعد لا ساقط صدام ولا ساقط احد. بدا الصراع ما بين الطرفين، بين الامريكان والايرانيين، من يرسل من، ومنه اسرع من منه، ومن يسيطر على ماذا. وبدت رحمه الله. صار عندهم 180 ألف جندي هم بالعراق الامريكان، صح ولا غلط؟ بس امن ماكو، وكنا نذكر ذيك الايام السود. بالاخير تجربه فاشله، وانا اكد لك تجربه فاشله. الامريكان خرجوا من العراق مهزومين لو بارادتهم. شافوا ماكو جدوى من بقائهم. لا فقط هاي؟ ماكو جدوى. يعني اكو نفوذ ايراني، نفوذ ايراني هائل بالعراق. واكو عمليات مستمره ضدهم، والعمليات اخذت طابع مو بس فئه معينه ضدهم، لا، كل فئات العراقيه كانت، كل المكونات اشتغلت ضدهم بشكل او باخر. صار نوع من اللحمه بين العراقيين، بس كل واحد عنده اسبابه تختلف عن اسباب الثاني. بس بالاخير صار الامريكي يخاف حتى يطلع من القاعده مالته. قاعدته خايف، بالاخير لازم يطلع. هسه هم باقين موجودين، بس ما حد يقرب لهم، ما حد يقرب لهم. ذاك الوقت كان هذه شو اسميها، الذهاب الى اقصى درجه بالعنف مع ناس مدنيين. هذا مو طريقه للتعاطي ويا اي انسان بالكره الارضيه. اي انسان ما يصير يتعاطى وياه هيك. والسرقه والنهب، وهم علمونا على هوايه قصص ما كانت عندنا، ما كانت عندنا. فرحه العراقيين بالتغيير ما طولت. لا ابدا. سبب الامريكان؟ بسبب الامريكان خلي هيك نقول، ورموز او قاده من اتى من العراقيين لاحقا.
ايش وقت الامريكان فتحوا خط مع المعارضه؟ انا سالت الدكتور احمد الشلبي قال احنا رحنا بال 89 للامريكان قلنا لهم ليش ما تدعمون المعارضه؟ قالوا من هم المعارضه؟ هم عددوا لها حزب البعث السوري، حزب الدعوه، الاحزاب الكرديه والحزب الشيوعي، قالوا هذول كلهم شموليين فاشلين، ليش نبدل شمولي ناجح بشموليين فاشلين؟ فهذا الكلام بال 89. ايش وقت فتحت الخطوط بين المعارضه وبين الامريكان؟ ورا حرب الخليج، ورا غزو الكويت؟ فورا ورا دخول الكويت فورا يعني. بس على استيحاء اول شيء، وبعدين تطورت العلاقه. من يعني المفتاح؟ مفتاح شنو؟ المفتاح العراقي لفتح خطوط مع الامريكان احمد شلبي. يعني وكل من يدعي عكس ذلك كلامه مو دقيق. احمد الشلبي علاقته بالبنتاغون ولا السي اي؟ مع الجميع. بالبدايه كان مع طرف، بعدين مع طرف، بعدين الطرفين صاروا ضده. هل هناك طرف عراقي ما اخذ فلوس من امريكا؟ مو لانه هو يريد الطرف، لانه اكو توجيه انه هذا الطرف يشتغل ويا العراقيين. بس لما صار قرار تغيير النظام او احتلال او شو تسميه، اكو لا صار توجيه لغير طرف. فهنا مخابرات، هنا وزارة الدفاع. الامريكان كانوا يعولون على المعارضه، يحترموها بصراحه. معارضه؟ اي على القوى المعارضه. بدون كذب. احنا يمكن كنا 4 5 يعني اللي داخل المؤتمر زائد الدكتور اياد علاوي. اي الامريكان يحترمونه. كم واحد يحترمون؟ 4؟ لا هشيار زيباري كان يمثل مو كاشخاص استاذ. كشنو؟ كقوة يعول عليها. جايك بالقوة يعول عليها. الكرد كان يعول عليهم وعندهم اراضي شاسعة، ومساحتهم قد 5 مرات لبنان كانت اللي مسيطرين عليها. فهم على الارض موجودين كانوا، فهم كانوا يعولون على الكرد. ولذلك المعارضة العربية لاحقا كل قواعدها وين صارت؟ اول شيء صارت بكردستان بدعم الامريكان، ومن ثم بدعم الايرانيين، وبعدين تحولت شوي شوي للهور، ومن الهور صعدت على السماوه، ومن السماوه صعدت من جديد. بالاخير القاعده الاصليه كانت في كردستان. ولو يعني اطول عليك، بس هي كانت دائما سوريا هي المحتضنه على اساس المعارضه العراقيه، وإيران على من وراء. بس كلها جود وجوقد ومدري من كل هذا سوريا كانت الى ان اكتشفوا ان احمد شلبي بده يسوي علاقات. كان عبد الحليم خدام ذاك الوقت وزير خارجيه سوريا كان. اكتشفوا انه البساط راح ينسحب من عندهم السوريين. البقيه ملوا من السوريين، نفسهم كانوا بسوريا صاروا ويانا بعدين اشتغلوا. السوريين يعطون وعود بس كل شيء ما يسوون، والسوريين ما يصرفون فلوس، ياخذون منك فلوس. طبعا صح. صراحه خلينا نكون واقعيين، سوري ما ينطيك شيء بس يسهل امرك، تروح تجي خط عسكري ما اعرف شنو. هنا اكو صار عندك معارضه اسلاميه موجوده في ايران اللي هي عراقيه من فيلق بدر واخرين، وصار عندك معارضه اخرى اللي هي خلينا نقول وطنيه متمثله بالكرد وبينا وباياد، دكتور اياد علاوي. فهنا شكل وهناك شكل، بالرغم من انه بدر كان عندهم معسكر كبير بالسليمانيه بذاك الوقت، وكان حزب الدعوه هم عندهم معسكر، بس ما كان عندهم سلطه او قوه او نفوذ على الاحداث اللي صارت هناك. يعني احنا سوينا مره هجوم، هم ما اجوا، ما يقدرون. هناك ساحتنا وهم ساحتهم بغير مكان، هي بالجنوب كانت ساحتهم، فكل واحد هذا. وين سويتوا هجوم انتم؟ سوينا على 3 جبهات، اربيل وكركوك وسليمانيه نزولا. تغلغلتوا بالداخل؟ سقطنا 3 فرق عسكريه ذاك الوقت. اي سنه؟ 95 يوم 3/3/1995. 1200 جندي اسرنا و126 ضابط، ودبابات ايش قد ما تريد، ناقلات جد ايش قد ما تريد، 1200 جندي عراقي مدفعيه. اي وين وديتوهم بعدين؟ والله حطيتهم ابتليت بيهم والله ابتليت بيهم. وين وديتهم؟ شهرين ونص اوكلهم واشربهم وهذا، زين ذول امراض يصير بيهم قصاص. بعدين يراد لهم اللوجستيك هائل، الاكل وشرب وهذا ونظافه. هاي بكردستان الكلام؟ كردستان. اخر شيء توسلت بالصليب الاحمر، كان عندهم مقر الصليب الاحمر، قال احنا ما نتدخل. رحت على الهلال الاحمر
يابا اخذوهم انا انطي فلوس الباصات. هم قبلوا. رحت عليهم يابا من يريد يرجع؟ ها؟ قالوا احنا نرجع. ركبتهم باصات، حطيت سيارتين حمايه قدامهم، وصلت لهم الحدود مال حاجز كان جيش عراقي ورحت رجع. استلموهم؟ يستلموهم لين طلع عفو بوقته فسلمتهم بالعفو. الضباط والجنود؟ كلهم. اكو 10 20 واحد ما قبلوا يروحون. بقي راح رجع. بقوا وياكم ذولا؟ اي. هاي الصفحه ما حد يعرف بها وانا اعرف بها. ابدا، لاول مره ربما العراقيين يسمعون بها. وانا اعرف بها. وانا متابع ويعني ادقق يعني ازعم بس ما سامع يعني. كانت قصه طويله كلش. هاي قصه سويناها على اساس سنه ال95 نغير النظام. همين الامريكان كانوا طرف بيها. قبل الهجوم ب4 ايام اجونا الامريكان. هم طبعا احنا متفقين ومسوين اشهر نشتغل عليها. متفقين وياهم؟ اي. بس يسقط يعني سقطوا بجهد وطني. احنا 4 اطراف. مام جلال الله يرحمه، كاك مسعود، احمد شلبي، اياد علاوي، وكان حسن نقيب خطية. حسن نقيب ما يعني رجال كبير بالعمر كان. فكل الاتفاق والاجتماعات والدنيا هي انه احنا نسيطر على كركوك وعلى الموصل كان فقط بداية. بعدين هو نو فلاي زون ما يقدر يضربنا، كان ذاك الخط 36 اذا تتذكر. وهذا وبعدين شوي شوي نمتد. وكل شيء على اساس كامل، وكله راح طيارات يدزون يضربون وما اعرف ايه. هو حكي الى قبل الهجوم ب4 ايام 3 ايام دزوا وفد كبير. الامريكان؟ اي الجوي كان وفيق ساموراي هم الله يرحمه ذاك الوقت. الجوي المصيف صلاح الدين سووا ويانا كل طرف اجتماع على حده. بلغونا كلنا نفس المسج. قال هذا شأن داخلي احنا ما نتدخل به. شأن داخلي احنا بعد ما نتدخل به. يابا احنا صار لنا اشهر دا نحضر ودا نصرف ودا نجيب ودا نودي. انت تجي باخر ثانيه تقول لي انا ما روح، انا ما لي علاقه بك. وهذا صار. احمد شلبي من جوي للبيت كان وفيق موجود الله يرحمه، طردهم من البيت. طرد الامريكان؟ طبعا. وفيق يقول له ذول امريكان دكتور على كيفك، قال خلي يولون. Get out from my house، اطلعوا برا. بس بالاخير اتحدى اي قائد عراقي يقدر يطرد الامريكان. ايش قد يحجون على احمد شلبي؟ بس اشجع واحد احمد شلبي. انتم معولين على تدخل الامريكان عسكريا حتى تنجح المهمه؟ ما تنجح. احنا بدون لا حد يحكي شيء مو حقيقي. الحقيقي يقول بدون الامريكان احنا ما نقدر نسقط صدام حسين. لا حد يروح عمي لو الانجليز ويانا هم ما نقدر، لو الفرنسيين ويانا ما نقدر، لو الروس ويانا ما نقدر. لا حد يزايد. احنا بدون الامريكان ما نقدر نسقط صدام حسين. مستحيل. هذا اللي صار. ايش فسرت دوافعهم بالانسحاب هاي اللحظه؟ قال شأن داخلي. لا انتم كان رئيس المخابرات مالتهم اسمه جورج تننت ذاك الوقت. هو دز وفد كبير جنرال من السي اي اي، وهو اللي بلغنا ويا واحد همين ما اجيب اسمه، اثنينهم. قال هذا الشأن داخلي احنا ما نتدخل. بالاخير صار الاتفاق. احمد شلبي الله يرحمه ومام جلال الله يرحمه قالوا احنا نمضي قدما. الاخرين قالوا نتريث. احنا مشينا. ولذلك انتقم من عندنا صدام بعدين بال 96 من دخل اربيل. نرجع لها هاي صفحه مهمه. هاي غير قصه زين. بس هاي انتقاما على ال 95. انتم من فكرتوا بهاي الخطه عندكم متغرغرين بالداخل؟ طبعا عندكم طبعا وين بالجيش؟ كنا بكل مكان شاهد. بكل مكان يعني مؤثرين اللي معتمدين عليهم؟ كل مكان عندنا، حتى بعائلته عندنا. طيب اذا عندكم هذا الامتدادات ليش ما انتم دخلتوا يا اخي ما نقدر يا اخوي. صدام ترى مشقه. صدام محاوله انقلابيه يكشفها ب3 دقائق. 3 دقائق ويعدمهم كلهم، وانت تتحمل نتيجه الناس تنعدم بعدين. ياما نعدموا ياما. شهواني خطيه عدم لاولاده كلهم، مو كلهم عدمهم. طبعا من وراء واحد سائق سياره مصري. اي كان كورير يجيب ويودي، ولزموه وجندوه. مع العلم رحنا للامريكان وانا دزيت الخبر يابا، وعندي وثائق يابا. المحاوله مالتكم مخترقه. عيدوا النظر بها امنيا.
لان هم ما قالوا لنا دا يسوون انقلاب، هاي ما قالوا لنا. هم متفقين ويا الشهواني فقط؟ هم متفقين ويا الشهواني ويا دكتور اياد علاوي كانوا، ويانا ما متفقين لان احنا ضد هذا الخط، احنا ما نشتغل به. بس صدفه كان عندي ضابط بالمخابرات شفته، اجاني الاسكي كلك باربيل، قال ترى هيك وهيك وهيك. مخابرات عراقيه؟ اي. جاك؟ اي انا شفته. رحت على الدكتور الله يرحمه، قلت دكتور ذولا ترى يسوون انقلاب بس مو قايلين لنا ومخترقين، فانت ما اعرف شلون توصل لهم، ما توصل لهم كيف. ضابط المخابرات ايش قال لك بالضبط؟ قال الكورير المصري انطاني اسمه، قال لي المقر مال الاردن، قال لي ارقام التليفونات مال الساتلايت ومال هذا كلها عندهم، كل شيء عندهم. بالاخير احمد شلبي ذكي، ركب طياره راح لامريكا، طلب يشوف واحد مهم جدا مهم جدا بامريكا، قال له انا عندي بس رساله واحده، اكو عمليه انقلاب الحكومه الامريكيه تسويها بالعراق، ارجوكم اعاده النظر بها لانها مخترقه. قال له ايش قد دقيقه؟ قال له دقيقه 100%، وخابر الجورج تننت قل له هذا الكلام. دزوا على جورج تننت رئيس المخابرات، بلغوه، قال لا احنا مسيطرين على كل شيء. بعدين كلهم انعدموا، طبعا كلهم انعدموا. بس منو سوى؟ هم الامريكان، لو عايدين النظر من عدمت العالم كله. يدرون هم مخترق ولا احنا بلغناهم وانطيناهم ادله. لا قد ما يثقون بتبليغ. انطيناهم اسم سايق مال اللي دي يودي الغراض المصري. اي اسم انطيناهم وياه، بعد شنو ما يثقون. هاي خدمه صدام تعتقد؟ انا ما اعرف شو اسميها. اباد حلفائهم، اباد حلفائهم بشكل مطلق. وهي كانت اخر عمليه انقلابيه طبعا، وراها ماكو بعد. هاي سنه 96 96 إيه؟ اللي هي تقريبا كانت اخطر محاوله انقلاب. هي اخطر وحده صحيح. اخطر محاوله لانه هي صحيح. كلش متغلغلين، مرتبه منظمه، بها اركان هوايه، بها ضباط مخابرات، بها جهاز امن خاص، بها حرس خاص، بها انواع واشكال كانت. بس انا قريت الملف هواي بها يعني خروقات، نقاط ضعف كثيره يعني. ملف شنو العمليه؟ ايه يعني طبعا ايه خطه. ما كل عمليه ورا ما تخلص تقدر تلاقي بها ثغرات في وقتها انت ما تنتبه يمكن لها. صراحه يعني انت تعرف بهذا الشيء، اكو كل شيء احنا يعلمونا، يقول لك لكل شيء هناك تداعيات منظوره وغير منظوره. انت تداعيات المنظوره تحير بيها، الغير منظوره ورا ما تسوي العمليه تطلع لك. انت ما مفكر بيها كنت ابدا. انت اللي مفكر بيه مفكر بيه. بالنسبه لهم كان عندهم خطا فادح في الاتصال، وصدام كان كاشفه وانتهت. المخابرات العراقيه كانت قويه؟ اي جهاز كفؤ المخابرات العراقيه. انا اقول دائما من اكفأ الاجهزه المخابرات العراقيه. انا مره التقي ويا الدكتور احمد الشلبي في بيته قبل اول ما قعد مثل تعرف انا كنت رئيس مخابرات اول شيء. اعرف ايش قال؟ فكل الضباط رجعتهم. ايش قال؟ قال اخطر مخابرات بالمنطقه مخابرات صدام. صح. شلب. عراقي، انا اسميها العراقيه. قلت له دكتور على شنو مستند؟ قال على الوثائق اللي عندي. قال على الوثائق اللي عندي انا مستند على هذا. خلينا نرجع، يعني معناها اكو عدم ثقه من قبل المعارضه العراقيه بالامريكان. اي طبعا، ما يعني ذاك الوقت شلون وثقتوا بيهم بال 2003؟ احنا عندكم سوابق مو زينه وياهم. ليه كلش مو زينه؟ مو دقيقه. احنا بال 96 من هجم صدام، انا اعرف راح يجي ضباط على جنود نأسرهم باللي نرجعهم يحجوا لنا. فخابرته كان اكو مفاوضات بايرلندا بين الحزبين الكرديين بحضور المؤتمر الوطني العراقي، لان كانوا في حاله صراع في ذلك الوقت. بدبلن اعتقد كانت. فقلت له دكتور اكو ترى راح يهجم صدام وقوة هائلة جاية فوق ال 40,000 جندي و 500 دبابة كانت. قال متأكد؟ قلت له كنت متأكد. هاي ب 96 تقصد؟ 96. قال طلعوا النسوان والهذا وانتم تبقون. قلت له دكتور يقتلونا كلنا شنو تبقون؟ قال له حتى تموتون كلكم، شوف اكو غاية بالموضوع وتبقون بأربيل ويا امام جلال وجماعته. امام جلال ما كان بسوريا، كوسرة كان، كلهم كانوا موجودين. هذه انقذت حياتنا لاحقا. انقذت حياتنا لاحقا. كيف؟ هذه القضية صدام عدم من عندنا،
ذاك الوقت 100 بس، من عندنا 130 واحد عدم. لقاهم باربيل؟ اي باربيل عدمهم 131 واحد، حد تذكرهم واحد عدمهم باربيل؟ اي 131 واحد. اثنين، اكو رساله كان الجور كاتبها، نائب الرئيس كاتبها يتعهد بسلامه الشعب الكردي ومنع صدام من الهجوم عليه. استندنا على هاي الرساله بالكونغرس الامريكي بذاك الوقت ومجلس الشيوخ حتى نسوي لوبي نكرس لهذا الموضوع. احنا اشتغلنا، البقيه كلها تروح على وزاره الخارجيه الامريكيه، احنا رحنا كونغرس سنت، كونغرس سنت، هذول اقوى وهذول مشرعين، ومن يردون شيء راح يسووه، لان يحرجون الرئيس، يحرجون اي واحد. اعتمدنا عليهم وبعدين خلينا الاجهزه خلينا نقول الرسميه الامريكيه تدخل على الموضوع. بس لولا هذول ورساله الجور والهجوم اللي صار باربيل كل شيء ما يصير. قبل ايش قد كنتوا تعرفون بالهجوم انتم؟ قبل 10 ايام من حدوثه. والامريكان يدرون؟ الامريكان هزموا راحوا. ليه؟ هزموا، كان عندهم مقر، عافوا سياراتهم، عافوا تليفوناتهم، هذا بعد ماكو هجوم ما صاير. انهزموا؟ راحوا تركيا. انهزموا ولا انسحبوا؟ مقر مالتهم. لا اكو فرق بين انسحبوا راحوا وعافوا كل شيء. عافوا كل شيء، خطيه حمايه كرات بقى وجوي عليه، قال شو نسوي لهذول؟ كنت اروح على كاك كريم سنجاري، كان هو مدير الامن مال حزب الديمقراطي الكردستاني، يقول هذول فلتوا، خلي يجون احد يستلمها بشكل اصولي ذمه، هذا ما تدري الامريكان بعدين ايش يقولون عليه، خلي يستلموها. هو هذا عافوهم راحوا الانجر لك. قبل الهجوم بعد ماكو كل شيء. معناها الامريكان كانوا يريدون الحرب. يوم الهجوم كان تجي طياراتهم تفتر. يوم الهجوم وشوفوا صدام دا يتغلغل باربيل وهي طياراتهم تفتر. بيني وبين نفسي هسه حيضربون، بعد شوي يضربون، بعد شوي يضربون، ما حد ضرب طلقه. تعتقد اكو صفقه؟ ما اعرف اللي صار. اللي صار لا تجاهل. اللي صار كان هو يمكن شيء ما نعرفه احنا، بس ماكو هيك شيء، هو همزين هيك صار، ولا ما كان ودانا للمرحله اللي وراها. انت جاي متعهد لي تقول اني احمي الشعب الكردي وانت ما حميت. طيب اذا تعرفوها قبل 10 ايام ليش حطيتوا هاي التضحيات؟ 110 من عندكم. صراحه امر يجيك من القائد مالك انت تنفذه، وانا جاني امر من دكتور وانا انفذه. بس هاي تهلكه. خلي تهلك. يعني يكون معلومات كامله مسبقه بانه راح كل شيء كان عندنا. اخذوا اسرى من المعارضه؟ اي. منو مثلا؟ اكثر شيء خطيه اخذوهم منظمه العمل الاسلامي وعدموهم كلهم. اخذوهم اسرى لبغداد؟ اي كلهم عدموهم بعد. ايش قد تقريبا؟ بال60 واحد. وثائق اكيد اخذوا. اخذوا كل شيء، كل شيء اخذوا. هذه اكو امور ما كانوا يعرفون بالهياكل التنظيميه، حتى ما شغلنا السري احكي به. من اخذوا الوثائق يسوون تحليل، يسوون هذا، يربطون شيء بشيء يطلع لهم. فكان لازم تبدي بال96 وراها من الصفر على شيء جديد. طيب الوثائق ابعدوها على الاقل، هسه انتم تدرون تضحون. احنا اقل شيء ياخذوا من عندنا. مو انتم، بقيه القوى الاحمر. ماكو، ذولاك عايشين على الطابعه كان وعلى الايد والورقه والقلم. احنا كان عندنا كمبيوتر، كان عندنا ايميل من سنه 94 احنا نستعمل. احنا الله يخليك انت وين. استاذ اراس الحديث معك جميل، نحتاج بعد حلقه اخرى حتى نكمل بها المحاور، لان عندنا محاور كثيره وانت ما شاء الله صندوق اسود. الله يحفظك. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقه اخرى مع ضيفنا الاستاذ اراس حبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.